وقد تفوق على أصحاب السعادة أيضا ب4 أهداف لهدفين، أي أن هذا الملعب دائما ما يشهد أهدافا كثيرة. وعندنا فرصة الآن جزراوية خطيرة، وحكم المباراة يشير إلى ضربة جزاء. نعم، ضربة جزاء جزراوية. حكم المباراة محمد عبد الله حسن الذي أشار إلى ضربة جزاء الآن في شوط المباراة الأول، وقد احتسب 4 ضربات جزاء طيلة مشواره التحكيمي في 9 مباريات سابقة. هذه 5 ضربة جزاء يشير إليها كحكما وهو محمد عبد الله حسن. لكن عندنا في الدوري الإماراتي 28 ضربة جزاء كل مجموع ضربات الجزاء، وهذه ركلة الجزاء رقم 29. ومرة أخرى الآن ريكاردو أوليفيرا في الطريق لتنفيذ ضربة جزاء وتهديد مرمى حسن الشريف. الآن حسن الشريف يناظر ويشاهد ويركز، وعندنا حكم المباراة الذي أشار إلى ضربة جزاء في اللقطة الماضية، وقد سبق لمحمد عبد الله حسن أن احتسب ضربة جزاء للجزيرة سجل منها دلجادو. وعلى فكرة حكم المباراة احتسب 4 ضربات جزاء من خلال 9 مباريات أدارها، كلها سجلت. جيان هدفين، ليما هدف، دلجادو هدف. الآن عندنا ضربة جزاء جزراوية، وريكاردو أوليفيرا في الطريق لكي يسجل في مرمى حسن الشريف في هذه اللحظات. هذا هو دلجا أو هذا هو ريكاردو. الله، الهدف الأول، والفورميلا يطارد المركز الأول بالروح، بالعزيمة، بالإصرار. ريكاردو أوليفيرا يبدأ الإعصار الجزراوي 1-0 من ضربة جزاء ترجمت وسجلت بطريقة ناجحة من الهداف الذي وصل إلى رأس قائمة هدافي المسابقة، وعادل جيان ب10 أهداف لكل منهم. ريكاردو أوليفيرا الآن، يا سلام على ريكاردو، الزائر الدائم لشباك الشارجة في مباريات سابقة وفي مباراة اليوم. وضع الابتسامة الأولى على شفاه ومحيا العاشق المحب الجزراوي في شوط المباراة الأول. ضربة جزاء ناجحة.